بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ماسك بقى للتفتيح وماسك للشد وماسك لكل دفوهات البشرة، سواء بقى فيها حبوب فيها مسامات فيها اي مشاكل. الماسك بتاعنا جميل جدا جدا، وهنستعد للعيد بماسك حلو جميل جدا جدا. اللي هو ايه مكوناته؟ حاجة بسيطة جدا جدا جدا، ما تتخيلوش. معلقة رز اللي هو اللي بتاعنا اللي احنا بناكله، رز تمام. وقيمة يعني هقول ايه، قولي معلقتين كبار كده من الكركديه، او خدوهم في ايدك كده ما يعادل حفنة كبيرة كده تمام. لان هو بيعتمد الماسك بتاعنا على الكركديه، وكل فوائد الكركديه احنا عارفين ان هو تفتيح وتوريد للبشرة، وبرده مغذي للبشرة. فهنعمل المكونات دي بكوباية ونص مية. هناخد قيمة معلقة، هنحط الكركديه بتاعنا في كسرولة، هناخد عليه معلقة، قيمة معلقة، انا مش عاوزة محتاجة اكتر من معلقة اهوت، وهنحطها عليه. وبعد من كده هنحط قيمة كوباية ونص، ونسيبه بقى يغلي مع نفسه كده لغاية ما الرزاية تستوي زي اكل البيبي كده. وفي نفس الوقت الكركديه ينزل كل الفوائد بتاعته المفيدة للبشرة وللشعر، لان هو مفيد للبشرة وللشعر. بس احنا ماسكاتنا دلوقتي استعدادا للعيد، وكل عروسة مقبلة على الزواج ان تعمل ماسكاتنا الجميلة، اللي هي اللي بتفتح، اللي بتورد، اللي بتنعم، اللي بتقوي البشرة، اللي بتدي نضارة للبشرة. ومع بعض هنحط المكونات دي على النار لما تغلي، وهنصفيه ونشوف بعد من كده هنعمل ايه. عاوزاه من فوق كده والنار من تحت بتاع 10 دقايق. انا عاوزاه يدي كل فوائده، والرزايه زي ما احنا شايفينها شبه استوت اهيت. بنبدأ نصفيه، وناخد بقى المتصفي ده وهندوب فيه ايه تاني. هنعمل خطوة واحدة بس، وكده الكريم بتاعنا او الماسك بتاعنا يبقى جاهز ان شاء الله. ماشي كده المستخلص بتاعنا اللي احنا طلعناه زي ما احنا شايفين كده تقيل وجميل. ليه؟ لان نشا الرز كمان نزلت فيه، ونشا الرز طبعا تفتيح هايل للبشره زي ما احنا عارفين. وهنبدا نجيب مكون واحد بس وهو النشا. هناخد قيمه معلقه، قولي ممسوحه، قيمه معلقه اهي ممسوحه تمام. وهناخدها ونقلبها هنا على البارد. هي انا كنت معايراها تمام اهي بس. وهنبدأ نقلبها على البارد عشان ما يحصلش اي تكتل ولا اي حاجة. هنجيب تاني الكسرولة ونبدأ نضيف فيها الخليط اللي احنا ضربناه. قلنا النشا على البارد، وهناخده بقى نرفعه على البوتاجاز بس نهدى عليه خالص، ومع التقليب المستمر، ونشوف بعد من كده. اهو زي ما احنا شايفين حطيناه على عين البوتاجاز هادية جدا، وهنبدأ ايدنا فيه تقليب مستمر زي ما احنا شايفين كده. بدأ يلف اهوت، طبعا عشان النشا تتسوى، وعلشان الرز كده كده مسويينه، بس عشان الكريم بتاعنا يعيش شوية في التلاجة. طبعا زي ما احنا شايفين اهو بيلم معانا وجميل جدا جدا جدا. توريد بقى تفتيح من من الرز، تفتيح هايل، توريد من الكركديه، سد المسام للحبوب، لكل مشاكل البشرة. شايفين لغاية ما يوصل للسمك اللي انا عاوزاه. وهنبدأ نطفي عليه. هو ده القوام بتاعه تمام. زي ما احنا شايفين قوامه جميل، بس هو علشان سخن، لكن لما يبرد هيتقل، لان نشا الرز اللي كانت فيه مع نشا الذرة طبعا مفتح، وفيتامين اي وبي وسي موجودين في الماسك الجميل بتاعنا ده. زي ما احنا شايفين هنفرغه ونحطه في برطمان، ولما يبرد خالص ندخله التلاجة. ونبدأ بقى ناخد كل يوم كده. عاوزة تحطي الصبح وبالليل حطي، مفيش ادنى مشكلة. طبعا كل ما هتحطي كل ما هتحسي بنضارة ونعومة وتفتيح زي ما احنا شايفين الكريم بتاعنا الجميل. كريم بصوا تغذية للبشرة، للمسامات، للحبوب، لأي دفوهات في البشرة، تفتيح هايل للبشرة، توريد للبشرة، نضارة للبشرة. الكريم بتاعنا لسه سخن، لكن زي ما احنا شايفين جمال الكريم. اهو بناخد بقى اهو شايفين سمكه جميل جدا جدا.
طبعا لسه سخن، انا فعلا سخنه على صبعي. احنا بنغسل بشرتنا بميه فتره، وبعد ما نشطفها بميه فتره عشان نفتح المسام، او نعمل سكراب بمعلقه سكر ومعلقه بن ومعلقه زيت زيتون، نعمل سكراب حلو للبشره. وبعد ما نعمل السكراب كده البشره مهيئه ان احنا نحط اي ماسك، هتبقى جميله جدا جدا. سواء بقى مش هتعملي السكراب وهتغسلي بشرتك بميه فتره، تبداي تقومي موزعه. شايفين تبداي توزعي الماسك بتاعنا الجميل زي ما احنا فردناه كده، هتفرديه على البشره بتاعتك وعلى اي مكان فيه اسمرار، فيه تصبغات، فيه ندبات، فيه مسامات واسعه، فيه حبوب. هنبدا نوزع الماسك بتاعنا الجميل كده زي ما احنا شايفين، وبعد نص ساعه نغسل الماسك بتاعنا ونشوف النتيجه الهائله. وما تنسيش لو كنت وصلت معايا لحد كده، ما تنسيش اللايك الجميل وتشجيعك ليا علشان استمر وعلشان اقدم لك فيديوهات جميله زي اللي ما بقدمها لك. وطبعا دي ماسكات للعيد، استعداد للعيد وكل العرايس المقبله على الزواج. وان شاء الله استنوني الماسك الجديد او الشيء الجديد هيبهركم بجد بجد، وانتوا كلكم بتتمنوه، وبالذات كل العرايس المقبله على الزواج والمتزوجين وعلى البنات. لكل الوصفه الجايه ان شاء الله استنوني، هتبقى احسن واحسن، والكل هيبقى متمتع بيها وهيشكرنا عليها. وده كانت وصفتنا النهارده، توريد وتفتيح للبشره من رز مع الكركديه، وطلعنا منه احلى كريم زي ما انتم شايفين. عاوزه تزودي مثلا وتزودي فوائد عليه، انت ده حاجه راجعه عليكي. ممكن تضيف عليه زيت لوز، ممكن تضيف عليه زيت لبان الذكر، ممكن تضيف عليه لبان فيتامين سي اللي هو زيت البرتقال. طبعا كل الوصفات ديت سوى الزيوت اللي انا بذكرها هتلاقوها عندي في القناه، وادخلي واتفرجي ونقنقي كده في القناه، وانت هتلاقي كل ما هتستفيدي بيه. وهتلاقي وشوفوا ورد ايدي بسرعه ازاي. شايفين انا ما غسلتش، وشايفين ايدي. شوفوا التوريد وشوفوا الجمال، يعني توريد رباني، توريد رباني. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله، هيبقى مفاجاه من المفاجآت وهيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.